ايه هي الروافع وازاي افهمها؟ وده مدخلك لعلم البيوميكانيك، وانا هفهمها لك بشكل مبسط جدا. بس الاول عايز اديك مثال. عارف انت ارجوحة الميزان اللي كنا بنشوفها في الملاهي؟ هتظهر صورتها قدامك دلوقتي. ايوه، انا عايزك دلوقتي تتخيل ان الارجوحة دي لوح خشب مثبت على نقطة ارتكاز، وفي الناحيتين طفلين بيلعبوا، وكل ما طفل ينزل بيزق برجله علشان يطلع. الموضوع بسيط وكلنا مرينا بالتجربة دي. طب ده ايه علاقته بالروافع؟ تعالى افهمك. النقطة اللي بتبقى ثابت عليها لوح الخشب دي احنا بنقول عليها نقطة ارتكاز. وعلشان تفهم بس، نقطة الارتكاز بتساوي مفصل. يعني ايه؟ يعني اي نقطة ارتكاز عايز ادور عليها بدور على مفصل. تاني حاجة، لوح الخشب ده بالنسبة لنا هو العظم اللي بيلف حوالين المفصل علشان يتحرك. يبقى اول حاجة عندك نقطة ارتكاز بتساوي مفصل، عندك عظم اللي بيلف حوالين نقطة الارتكاز اللي هو المفصل، وعندك اخر حاجة اللي هي القوة، ودي اللي بتنتجها العضلات. واحنا عارفين ان العضلات لما بتيجي تنتج قوة بتقرب العظم ناحية الجسم، او بمعنى تاني بتقرب نهاية العضلة لبداية العضلة. فالعضلات بتشد العظم علشان تعمل انقباض. يبقى احنا قبل ما نفهم حاجة اسمها رافع لازم اثبت 3 نقط اساسية. نقطة ارتكاز بتساوي مفصل، ليفر ارم وده بيساوي العظام اللي بيلف حوالين المفصل اللي احنا بنحركه. تالت حاجة القوة، وبتساوي المصل اللي هي العضلات اللي بتنتج القوة واللي بتشد العظم. فانت كده بقى عندك الثلاث عناصر الأساسية اللي قبل ما تيجي تفهم أي حاجة اسمها روافع لازم تدور عليهم. وطبعا في عنصر رابع بنقول عليه المقاومة، بس ده بيبقى شيء سهل اللي احنا نقدر نشوفه. هديك مثال زي تمرين البايسبس. البايسبس لما هتيجي تبص عليه هندور على نقطة الارتكاز. فكر كده، ايه هي نقطة الارتكاز؟ ايوه، ارجع فوق كده. قلنا عليها ان نقطة الارتكاز بتساوي مفصل، يعني نقطة الارتكاز هنا هو مفصل الكوع. طيب هنيجي بقى ندور على الحاجة التانية اللي هو الليفر ارم، اللي هو بيكون ايه؟ عظم. ايه هو العظمة اللي لف حوالين مفصل الكوع؟ هتقول لي عظمة الساعد. وده كده تاني حاجة. طب وتالت حاجة القوة اللي بتنتجها ايه؟ العضلات. طيب ايه هنا العضلات اللي بتنتج القوة؟ هتقول لي عضلات البايسبس. عايز اقول لك مبروك، انت كده اول خطوة في خطوات فهمك للروافع. انت كده فهمت الروافع بشكل عام. نبدأ بقى ندخل على، بس الاول هديك كذا اختبار اللي انا هحط لك كذا تمرين وتقول لي نقطة الارتكاز فين، والليفر ارم فين، والقوة فين، وتقول لي الإجابة. لو فهمت صح ندخل في الجزء التاني.